السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. طبعا احنا كده في الصيف، وأي فاكهة كده في الصيف لازم نستغلها في الآيس كريم. ونعمل كده آيس كريم. النهاردة جبت لكم الشهد العراقي أو المانجاوي، عشان هو أصفر كده زي المانجا. طبعا لازم نستغله ونعمل منه أحلى وأجمل آيس كريم. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده الشمام العراقي أو المانجاوي، عشان هو كده اصفر شبه المانجا. شايفين ليه بيسموه المانجاوي او العراقي؟ لان هو كده لون المانجا اصفر. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل البذرة بس منه. طبعا شلنا كده منه البذرة، ونبدأ كده نقطعه بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نقشر. طبعا كده هنعمله من غير سكر بودرة ومن غير لبن محلى. هنعمله كده بطريقة حلوة ان شاء الله هتعجبكم. هو كده مسكر لوحده، مش عايز اي حاجة، جميل جدا. ولا ريحته كده جميلة جدا جدا. طبعا نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نقطع مكعبات صغيرة. احلى واجمل ايس كريم. انت كده في الصيف اي فاكهه لازم تستغليها في العصائر وفي الايس كريمات، لان كده الحاجات دي اللي هي بتنفعنا في الصيف. نقطع كده كل الكميه. طبعا كده معانا شفشق الخلاط، وننزل كده بالشمام العراقي او المانجاوي بتاعنا. ننزل كده بكوبايه ميه ساقعه. ننزل كده بمعلقتين لبن بودره، ممكن تستغني عنهم. هننزل كده بنص كوبايه سكر حبيبات مش بودره، او على حسب الحلو اللي تحبيه. طبعا كده هنبدأ نغطي عليه وهنضربهم ضربة كده حلوة ونرجع لكم تاني. طبعا كده ضربنا كده الحاجة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ننزل بباقي المكونات. هننزل كده بمعلقتين كبار ونص من الكريم شانتيه مليانين. نرجع نضربهم تاني ضربة كده حلوة. طبعا كده شايفين احلى واجمل ايس كريم معانا كده تقل. شايفين كده ازاي؟ ولا اللون حاجة كده جميلة جدا. طبعا كده معانا علبة، وننزل كده بالايس كريم بتاعنا زي ما كده شفتوا. شايفين احلى واجمل كده ايس كريم. هنسيبه كده يجمد في الفريزر مش في التلاجة، ونشوفه ان شاء الله بعد ما يجمد على حسب ما ياخد وقت. يا رب كده تعمليه من بالليل للصبح على حسب الوقت اللي ياخده. طبعا كده احلى واجمل ايس كريم كده معانا جمد زي ما انتم شايفين. خد كده حوالي 6 ساعات في التلاجة. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده جمالته حلاوة الايس كريم بتاعنا. طبعا كده ونملى الكوبايات بتاعنا من الايس كريم كده الجميل بتاعنا زي ما انتم كده شايفين. شايفين كده الجمال والحلاوة بتاعت الايس كريم بتاعنا. الايس كريم كده ممتاز، حاجة كده فاخرة من الاخر كده زي ما بيقولوا. طبعا كده شايفين احلى والذ كده ايس كريم معانا. ننزل كده بصوص الشوكولاتة الجميل بتاعنا زي ما انتم كده شايفين. حاجة كده جميلة جدا. شايفين كده الجمال والحلاوة بتاعت الايس كريم بتاعنا، حاجة كده جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي. شايفين كده الشكل والمنظر جميل كده ازاي. بنعمل كده بنكهات مختلفة، يعني حاجة كده من فاكهة الصيف لازم نستغلها كلها. جربوها بالطريقة دي، سهلة كده وجميلة وان شاء الله هتعجبكم. طعمها جميل جدا. شايفين كده الكوبايات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.